صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جاي لكم بفيديو حلو قوي. معانا لسان العجل، هنعمله بطريقه حلوه وجميله. معانا دلوقتي بص حته معلقه سمنه كبيره، وعود قرفه، وايه تاني يا ربي، وفلفل اسمر. هنشوح بيهم لسان العجل. بس يا ريت ما تنسيش تعملي لي لايك وتشجعيني باللايك. ما تتفرجيش كده على طول وتجري وتنسي تعملي لي لايك. لو ما اشتركتش في القناه تشتركي في القناه وتتابعيني على صفحه البيج آلة سيما عشان يوصلك مننا كل جديد. بص يا ست، انا بقى دلوقتي شوحت اللسان العجل ونزلت بالبصلايه بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، وخلاص نزلت بالميه السخنه. وكده بقى اسيب بقى راس العجل تستوي، وزدت عليه بورق لورا اهو، وهسيبها ايه يستوي. وتعالوا يا جماعه نشوف بقى ايه. لسان العجل خلاص قرب يستوي اهو. هو بيقعد في يعني مدته، هو صغير بيقعد يعني ساعتين بالظبط. وبعدين طلعته من الميه، اسيبه وحطه في مصفى تصفي ميته خالص. وبعدين نبدأ تقشيره سهل جدا جدا جدا. خلاص هو استوى خلاص اهو. حطيت له طبعا ملح. الملح ده بيتحط في اخر حاجة عشان ايه ما يأخرش عملية تسوية. اهو شايفين المية زي الفل، زي جميلة. على فكرة الشوربة دي احنا هنستخدمها في حاجات كتير، بس احنا هنعمل منها صنف واحد بس. تعالوا بقى نصفي لسان العجل او اللغلوغ. وتعالوا بقى ايه، سايبينه بقى في مصفى تصفي ميتها. خلاص هو صفى ميته خالص. تعالوا بقى نقشره. انا بقشره اهو، سهل جدا بس البتاع سخنة. شايفين الله عليه لما يتحمر كده في حتة زبدة وشوية فلفل اسمر فلفل اسمر وتوم، طعمه يبقى روعة روعة روعة. او يتعمل بالطاجن اللسان العصفور، او يتعمل طاجن كده بالبصل والخضار، تحفة. انا هعمله بقى ببصل وطماطم كده، انا بقطعه بوريكم وبقشر بقى بقية لسان العجل. خلاص هقشره وهكمل بقى واجيلكم. دلوقتي معايا معلقة سمنة كبيرة، يا ريت يعني تعملي لايك. ومعايا بصلايه وقرنين فلفل. اشوح البصل والقرن الفلفل اللي انا مقطعاه دوت. والبصل يا دوبك تدبل، هنزل بعصير الطماطم. خلاص البصله دبلت، هنزل بقى بعصير الطماطم. يلا بقى شجعيني باللايك، عشان اللايك ده هو اللي يرفع الفيديو، وكمان استمر واعمل لكم فيديوهات على طول. دلوقتي خلاص نزلت بالراس العجل اتشوح مع البصله اللي انا مقطعاها. انا عملت كله، يعني ما حمرتوش، انا عملته كله بالدمعه. خلاص شوحت اشوح راس لسان العجل. مش عارفه ماسكه ليه راس العجل، اللسان. خلاص يا سلام عليه، طعمه ريحته روعه روعه روعه. جربيها، الناس الاكيله بتاكل ديت. خلاص معانا بقى العصير الطماطم، هبدأ انزل على اللسان واقلبه، وهنزل معلقتين شوربه. انا هجيب بقى ده توم مفروم. نجيب بقى الكبشه طبق، يعني انا باخد منه الشوربه، بصفي منه الحاجات اللي انا حطاها. حطيت فيها الكبه صيني، ورق لورا، قرنفل، عود قرفه. خلاص هسيبها بقى تاخد لها غلوتين، وبعدين ايه هفضيها زي ما انتوا شايفين. حطيت لها ملح وهقلب. على فكره هو كان فيديو كبير، انا بقى حبيت ان انا إيه افصلهم لكم، يعني اعمل لكم كذا فيديو في فيديو، يعني هو فيديو كبير حبيت ان انا اقسمه عشان ما يبقاش كبير عليكم. خلاص خد له غلوه، بوريكم خد له غلوتين كويسين حلوين قوي. وابدا بقى ايه، شايفين الجمال، ريحته وطعمه تحفه تحفه تحفه، يعني خطير خطير. تشوحيه بمعلقه سمنه بلدي او معلقه زبده، وبعدين بتبداي بتنزلي بالميه السخنه، وتحطي كل بقى المنكهات بتاعتك، وتحطي بقى التوابل بتاعتك. خلاص هو استوى اهو.
هو استوى كده وجميل جدا، وخد له كام غلوه كده محترمين حلوين. وهنبدا بقى ايه نفضيهم في الصينيه او طاجن. انا ما عنديش طاجن الصراحه، الطاجن بتاعي اتكسر وكده، بس افضيه في الصينيه عندي عادي. وابدا بقى افضيه واحطه بقى في الميكرويف، قصدي في الفرن الكهرباء او فرن البوتاجاز، اي حاجه بقى من عندك. وهنبدا بقى ايه ننزل بقى. شايفين الجمال والريحه؟ يا خرابي خرابي، لو سلام بقى شويه رز ابيض او عيش كده، واحلى اكله. الاكله دي انا بعشقها وعيالي كلهم بيعشقوا الاكل ده. بصي انا بقى بلاقي الناس تعرف من الحاجات دي، بس ما دام انت عاملاها حلو وعاملاها كويس ومتاكده من نظافتها، اكيد هتتاكل. عضمها وقعت اكيد هتتاكل. ويعني هتبقى انت عارفه ده، يعني ما دام منضفاها كويس مش هتقرفي منها، بالعكس الحاجات دي لازم تتنضف كويس عشان تطلع نتيجه كويسه. اهو شايفين؟ الله الله على الطعم والريحه. انا بقى بحب الاكله دي جدا. لسان العجل يا سلام لو اتحمر كده بزبده او سمنه بلدي، يا خرابي، ويتاكل بالعيش وجنبي بطاطس محمره او الرز. يعني جميله، فضل ونعمه من عند ربنا. خلاص نزلتها كله اهو، وابدا بقى احطها في الفرن هحمرها بقى في الفرن. وبعدين ايه هنبدأ بقى ايه اوريكم النتيجة الحلوة. شايفين الجمال؟ شايفين لسان العجل؟ شايفين الجمال؟ الله الله الله، ما خدش مننا وقت ونظافة وتقشير وحاجة روعة. شايفين طلعت من الفرن الجمال؟ ايه رأيكم؟ ما استاهلش عليه لايك؟ يلا بقى اعملي لي لايك، ولسه مشتركتش في القناه تشتركي، وعشان يوصلك مننا كل جديد. ويا رب يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم، وشكرا ليكم، وربنا يخليكم ليا ويدومكم في حياتي. مع السلامه، واستنوني في الفيديو اللي جاي. اكيد الفيديوهات الكتيره جايه كتير. الحمد لله، مع السلامه، باي باي.